السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مزيانين كيف ديما. ان شاء الله البنات اليوم غادي نوجد معكم واحد بسبوسه بدون بيض، كتجي خفيفه. هنا البنات غادي نبدا بسم الله. كما شفتوا هنا دائما كندير قباسه الملحه. هنا عندي كاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، نفس الكاس اللي عبرت به الزيت هو اللي عبرت به سنيده. غادي نخلط هذا الزيت وسنيده، وهنا البنات راه غادي نزيد حتى الفاني. نستمر في التحرك. هنا غادي نضيف البنات طانون ديال الفاني. هنا البنات غنستمر عاوتاني في التحرك، ندخل مزيان داك دانون مع الزيت وسنيده. وهنا البنات بالنسبه للسميده راه غادي نحتاج السميده رقيقه، هي باش غادي نجمع هذا الخليط. هنا كما شفتوا البنات ضفت كاس ديال الحليب، يعني هاد البسبوسه غادي نجمعها غير بالحليب فقط، حيت ما كاينش البنات البيض غادي نعوضوه بالحليب. وهنا نضيفو الكاس الثاني عفوا ديال الحليب. صافي البنات انا غادي نضيف الخمارات، هنا جوج الخمارات، وعاد غادي نضيف السميده. انا غربلت دوك الخمارات اللي عندي. وهنا غادي نعبر معكم السميده بالكيسان باش تشوفوا شحال دخلت ديال السميده. هنا البنات السميده رقيقه هي اللي استعملت. كما شفتوا البنات هذا كاس الاول، هذا الكاس الثاني، وغادي نخلط هذا نشوف واش نزيد ولا بركه. اذا شي الا خليتوها غير شي شويه هي راه كتشرب، يعني كتقال الخليط كيتقال. هنا صافي البنات اكتفيت بدوك جوج كيسان. هنا ضفت معلقه في الاخر ديال الخل. شفتوا البنات كيفاش تقالت، خليتها غير شي شويه على ما دهنت المول
ورشيت شويه السميده لقيتها تقالت، يعني 2 كيسان صافي اللي دخلت في داك في البسبوسه. صافي هنا كي قلت لكم المول دهنتو بالزبده ورشيت عليه شويه ديال السميده و وهنا البنات راني رديت السيرو كيطيب اللي درت فيه الماء وسنيده وشويه طريفه الحامض باش نسقيوها ملي نخرجوها من الفران. كتجي البنات خفيفه حيت ما فيها لا بيض كما شفتوا حتى، يعني غير هي الزيت وسنيده ودانون والحليب ودغيا كتوجد الصراحه. صافي البنات دابا غندخلها الطيب ونرجع معكم نشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات هنا من بعد ما طابت لي البسبوسه هنا البنات سقيتها بالسيرو اللي قلت لكم وجدته ودهنت لها الوجه ديالها شويه د الناباج ورشيت عليها شويه د اللوز مهرمش. صافي هذا هو الشكل النهائي للبسبوسه كما قلت لكم البنات كتجي خفيفه ودغيا وجدات معايا، يعني ما استغرقاتليش الوقت بزاف. وبالنسبه للسيرو البنات ضروري يكون اما هي سخونه يكون هو بارد، ولا كانت هي بارده يكون هو سخون باش هكا كتشرب معكم مزيان. ونتمنى البنات تعجبكم الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، واللي بغى ينضم معنا مجموعه الصدق والتعاون يخلي لي كومونتير ونوصلوا المجموعه. وبغيت نشكر خويا اتوميكس على هاد المجموعه والمشرفات، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. شكرا البنات على المتابعه، بسلامه.